هل منطقي ان شركات الدواء تعمل اعلان؟ يعني واحد مريض، المريض ده محتاج انه ياخد الدواء علشان لو ما اخدوش هيحصل له حاجه، فحرفيا يعني الادويه واحده من السلع اللي مش محتاجه تماما يتعمل لها اعلانات. ومع ذلك شركه ايلاي ليلي عملت اعلان لاوزمبيك. ايوه اوزمبيك، الدواء السحري اللي بيخسس بشكل مش طبيعي، هو الشيء السحري فعلا اللي يقدر يخسسك من غير اي اضرار جانبيه حقيقيه. لا وخد بقى، كانوا عاملين اعلان مدفوع ولكن مش بيبان ان هو اعلان. هم كانوا سبونسر لحفله الجولدن جلوبز، حفله الجولدن جلوبز اللي مليانه مشاهير هوليوود وهم لابسين احسن لبس وشكلهم احسن شكل. الراعي بتاع الحفله دي كان اوزمبيك، علشان معروف في ثقافه المشاهير دول بقوا ياخدوا اوزمبيك علشان يخسوا. فانت شوف قد ايه المشهور شكله جامد دلوقتي، وصل لكده ازاي باستخدام اوزمبيك. بالمناسبه اوزمبيك متوفر دلوقتي، ممكن تروح تشتريه عشان انت كمان تخس وتبقى شبه المشهور الجامد. الحاجه اللي تجنن اكتر ان اوزمبيك مش دواء تخسيس، ده دواء سكر. فحرفيا الناس اللي عندها السكر اللي محتاجه اوزمبيك ما بتلاقيش اوزمبيك، لا والسعر بتاعه غالي جدا. ليه؟ علشان في ناس بتاخده للحاجه التانية اللي هو بيعملها اللي مش اساسيه، وهو تخسيس الوزن. من اكتر حاجات الشمال اللي بتحصل في عالم البيزنس بتاع الادويه. لو عايزين تعرفوا اكتر عن قصه اوزمبيك روحوا اتفرجوا على الفيديو الكامل اللي احنا عملناه هنا على قناه محمود اسماعيل تي في.